التاريخ المصري القديم مازال مليان بالأسرار، مهما في اكتشافات بنلاقي انه لسه في المزيد. بيداعب الحقيقة خيال علماء المصريات وأيضا المرشدين وكل من هو مهتم بالتاريخ المصري القديم. في شخصيات بعينها كانت ملفتة للنظر بشكل كبير، وأسماء زي ما كنا بنقول في البداية كده أسماء رنانة زي إخناتون، توت عنخ آمون. فيهم أسرار كتير يمكن ما زلنا إلى يومنا هذا في أسرار لم تكتشف بعد. النهارده هنتكلم عن إخناتون وعن تل العمارنة مع ضيفنا اللي منورنا النهارده دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعيه وعضو اتحاد المؤرخين العرب. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل. ازي حضرتك؟ نورنا. بنورك يا فندم. صباح الفل على حضرتك. اذا بدات الحديث مع حضرتك بمين هو إخناتون؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن في البدايه لابد ان نؤكد زي ما حضرتك ذكرتي بالتحديد ان في اشخاص اختلف عليهم التاريخ او من ثم ممكن نضعهم في ميزان التاريخ. بعض الاشخاص ممكن نحاول ان احنا ننصفهم، والاخرين ممكن نحاول ان احنا نختلف عليهم. ويمكن الملك اللي احنا هنتحدث عنه النهارده يكاد يكون هو الشخص اللي هو يعني اختلف عليه الجميع. أيوة. بعض اللي قال ان هو اشبه بنبي او رسول، والبعض الاخر قال ان هو شخص مهرطق له افكار ممكن تكون غير سويه بالمعنى. ويمكن ده يعني الانقسام اللي حصل دوت كان مرجعيته التفاوت في التفاصيل او فكره التصرفات عموما اللي ابتدعها في حياته او الخطوات اللي هو اخذها في حياته. أيوة. اللي كانت مخالفه لكل التقاليد المتبعه في مصر القديمه. فده اللي عمل فكره اللي هو يبقى دايما عامل عنصر الغموض عند الاشخاص. أيوة. وجميع الباحثين بيحاولوا ان ما زال الغموض عليه ويحاولوا يستكشفوا من اين هاتت تلك الافكار وما شابه. هو ابن للملك. هنتكلم عن اسرته او الحاله بتاعته. هو ابن الملك امنحتب الثالث والملكه تي. بالتحديد والدته مصريه بحته. والده المفروض طبعا مصري برضه، ولكن ربما من ذو اصول سوريه الى حد ما. الحاله بتاعه الاسره بتاعتهم هو ما كانش اكبر اخواته، كان عندنا قبليه المفروض ان كان بعد وفاه او في نهايه عهد امنحتب 3 كان بيتم اعداد ابنه الاكبر اللي هو تحتمس عشان يتولى السلطه. يعني كان بيعدوه ان هو هيبقى الحاكم بعد والده. طبعا ما كانش في طرح تماما للابن الاصغر اللي هو إخناتون. كانت في 5 بنات اخرين برضه من اخواته، ولكن ما كانش هو المجهز لاتمام الامر او تولي السلطه. فكان ده برضه من ضمن الجوانب اللي خلت كل اهتماماته ما تبقاش عسكريه، تبقى اهتماماته فلسفيه تامليه، بيعتمد على التفكير الزائد اللي هو بيبحث في النصوص الدينيه القديمه. بيتعمق اكتر في العقيده الخاصه بالمولى عز وجل بالنسبه لرؤيتهم. فده كله خلاه ان هو لان اوريدي انا مش انا اللي هتولى السلطه العسكريه او السلطه الحاكمه، فما تمش اعداده بالشكل الكافي. بجانب ان هو ميوله اوريدي كانت ميول ثقافيه الى حد ما وليست حربيه او عسكريه. تمام. لما توفى اخوه للاسف الشديد قبل ما هو يعني يتولى السلطه. يعني اخوه توفى قبل ما يتولى الحكم مجازا بعد وفاه والده، فابتدى ما فيش غيره. والدته ابتدت تقوم بدور اللي هي الداعمه. يعني كانت والدته سيده قويه جدا وصارمه جدا في عهد والده. يعني اشبه ان هي كانت الغطاء المتخفي السياسي في سلطه والده. كانت بتتبادل بالرسائل حتى في اواخر عهد والده لما اصيب بالمرض وتعب، كانت بيرسلوا لها المواثيق مجازا او المراسلات باسمها. ده بيأكد ان الست الملكه تي دي كانت سيده مش عاديه بالمره. لعبت نفس الدور ده معاه بصوره ما، ان حاولت ان هي تشجعه على كل افكاره، ما منعتهاش بالمعنى. هو كان ايه الاله في ذلك الوقت؟ طبعا الفكره بقى دي هي اللي اتخذت معاه الشكل اللي هو في البدايه كان عامل تناغم مع المعتقد الديني. الموضوع عايزين نوضحه. المصري القديم مش كانش شخص بالمعنى ان هو ملحد اطلاقا. ده كان شخص امن بوجود القوه السماويه العليا او القوه الالهيه العظمى اللي هي تعددت صفاتها في كل اللي هي ما بنسميهم مجازا معبودات. شافها في النباتات، شافها في الحيوانات، شافها في الطيور وما شابه. ده كان الفكر المتبع منذ قديم الازل. وده تعدد حتى من نشأة خلق الكون. في النظريات بتاعه فكرة الكون ده اتنشأ ازاي، كان مؤكد ان في قوة الهية عظمى او كبرى، وهي اللي من خلالها احدثت الموجودات او عناصر الطبيعة.
تمام. على هذا النحو الفكر كان ماشي بنفس المنظور كده، وابتدوا ان هم ينشروه ان كل اقليم او كل منطقه كان بيبقى ليها الخصائص اللي بتميزها مجازا او المعبودات الخاصه بيها. تمام. وابتدوا يقدسوه من النحو ده. الامر كان فيه تزايد اكتر من 4000 معبود مجازا. الهدف منه كان احنا بنشوف صفات الاله في كل حاجه، بس كان في حته سياسيه بتلاعب ديني شويه، ان على اعتبار ان لما يبقى في كهنوت في كل منطقه يقدروا يسيطروا اكتر على الرعيه، او يقدروا يبقى في موزعين النفوذ ما يبقوش حاصرينه في نقطه واحده. مش كان في اسر معينه الملك هو بيبقى رمز الاله بالنسبه لهم؟ ما هو بعد من كده ابتدى يعني هو الفكر نشأ بصوره يعني ممكن بسيطه جدا. بعد من كده ابتدى الفكر يتضخم، ان بقى في كهنوت ممكن اعلى زي الكهنوت بتاع الكهنه بتوع امون زي ما هو حصل في عهده. فالتضخم ابتدى يزيد، والاستحواذيه على كل حاجه متعلقه بممتلكات الدوله بقى ليهم نفوذ يكاد يكون تفوق نفوذ الملك كمان. فابتدى يحاولوا يقلصوا الامر ده. يقلصوه ازاي بقى؟ ان هو لابد يبقى في مخرج. الفكر ده هو اللي تدخل مع الشك الديني بتاعه، ان هو لا عايز يوحد كل الافكار ديت او الصفات الالهيه دي مجازا في حاله واحده بس تعبر عن ايه؟ مفهوم المولى عز وجل او الاله الخالق، اللي هي مجازا بنقول عليها فكره التوحيد. على هذا النحو ابتدى ان هو يبعد كل البعد عن فكره التجسيد بالمعنى. يعني حتى في المنظر اللي قدامنا هو واقف بيتعبد هو وزوجته بصحبة ابنته هنا لمجازا مش لقرص الشمس ذاته، للأشعة اللي هي المنبعثة منه. هو هنا ما جسدش المعبود مجازا او الاله الخالق اللي هو اتون، اداله اسم اتون بصفة متعلقة بشكل مجسم بقدر ما هي ايه؟ حالة ليها نشر كامل او سطوع كامل لكل موجودات الحياة. يعني خدها معنويا ان دي الحالة الكاشفة اللي متصلة بكل عناصر حياتنا، اللي هي مجسدة في هيئة الشمس، انما ما اقصدش بها الشمس، ما وراءها مجازا. فلذلك عمل الشعاع بتاعها اللي هو في نهايته ظاهر فيه علامة العنخ اللي هي بتمثل الحياة او فكرة الرمزيات بتاعتها استمرار الحياة والتزاوج وغير ذلك يعني. على هذا النحو من الفكرة اللي انا اقصدها دي كان عنده اكتر من اتجاه جعله ان هو يفكر في وجود اله واحد ويمنع كل الصفات الاخرى دي ويحصرها فيه. ده خلاه ان الفكر كده هيبقى معادي للشكل بتاع الكهنة اللي هم موجودين في طيبة الممثلة في المعبود امون. وده صورة اخرى، صورة خفية، كلمة امون الخفي اللي هو رمز الغيبية. فانت هنا بتجسد ان اتون ده رمز مرئي، ما الشمس بنشوفها وبتسطع علينا جميعا بس مش مدركين ما هو الباعث لها. طب امون بالتحديد مش شايفينه اصلا، الغيبيه دي مش مدركينها مجازا، وفي طقوس معينه بيمارسوها في المعابد من اجل الوصول للحاله اللي هم بيريدوها او ما شابه. طيب الربط مختلف، طب يعمل ايه؟ ابتدى يفكر في ان هو يستقل عنهم تماما ويذهب لمكان اوحى، يعتبر في طبقا للذكر في الاناشيد بتاعته ان الاله هو اللي اوحى ليه ان استقل السفينه ومشيت بيه لحد ما رست فين بالتحديد؟ في منطقه اللي هي دلوقتي حاليا تل العمارنه في تبع محافظه المنيا. المنطقه دي سماها اخت ايتن اللي هي مجازا افق اتون او افق الاله. ومن هنا ابتدى يغير اسمه مجازا لاخ ان ايتن بالتحديد اللي هو معناه المفيد للاله او المبعوث الالهي مجازا. على اعتبار ان هو اعتبر دي صور تل العمارنه اللي معانا. ده طبعا البقايا للاسف. يعني المدينه دي يكاد يكون في تمثيلاته او في نصوصه اللي ذكرها كان موصفه ان هي جنه الاله على الارض بكل ما فيها. كان فيها 3 معابد المعبود اتون بالتحديد، كان فيها 3 قصور، كان فيها بيوت للفنانين والمثابه الوزراء وعامه الشعب، كل ده في تناغم حوالين القصر ذاته بتاع الملك، يعني ما فيش فصل. كان في نظام الكباري كان متواجد ان هو من المعبد مجازا للقصر وهكذا. فكانت العامة بتشوفه بطرق الملك والملكة. ده ما كانش بيحصل في مصر القديمة، كانوا بيشوفوهم بس في الاحتفالات. يعني بقى عامل في تناغم ما بينه وبين الرعية. هو يعتبر معتبر نفسه ان هو الاله او النبي اللي ربنا نصبه اللي ينقل توصياته للرعية، بس في ذات الوقت هو من ضمنهم، عنصر منهم. مش ان هو مفصول عنهم. في مفاهيم كتيرة جدا الشخص ده يعني حاول يوصفها او الملك ده بالتحديد. وده ودانا ان النقطة اللي ممكن تبقى واقفين عندها بشكل غريب شوية، طبيعة التماثيل بتاعته او الطراز الفني. لان الطراز الفني ده كان متعدد، هو عمل مدينة بالعظمة ديت بكل ما فيها
وللاسف الشديد بعد ما تم بعد ما توفى هو بالتحديد وتم هجرتها من الاطياف الشعب اللي سكنوا فيها، رجعوا بقى اللي منهم، سواء بقى كان في منهم اللي موجودين من بلدان اجنبيه كانوا بيتواجدوا، اللي رجعوا طيبه، اللي رجعوا منف، اللي رجعوا هليوبلس مجازا، كل دول سابوا المدينه مهجوره. مع مرور الوقت بفعل ربما من الملوك التاليين ليه، سواء حور محب او غير ذلك، او بفعل ان هي بقت مهجوره تدمرت تماما. طب هو كمان بما انك ذكرت هذه الفكره، هو بنى او استخدم معمار مختلف عن طبعا المصري القديم. ليه؟ طبعا الشكل بتاع المعمار كان دايما بيربطه بنفس المنظور اللي حضرتك بتتكلمي عنه، اللي هي فكره الديانه، ان كل المعابد كانت مكشوفه، ما كانش فيه تغطيه للمعابد. يعني احنا المفروض المعابد ملهاش سقف، يعني احنا بنشوف ان عندنا صروح وبعد كده افنيه مجازا، وفي النهايه بيبقى فيه قدس الاقداس، دي غرفه سريه مظلمه بيتم ممارسه فيها العقيده مجازا او الطقوس المختلفه للمعبود. بالنسبه لتل العمارنه كانت كل المعابد مكشوفه، على اعتبار ان هو بايه بيتعبد منه للايه مجازا للاله الخالق، ممثل في ايه في رمزيه الشمس. تمام. باعتبار ان بيبعث له الالهامات الالهيه او الدعوات بتستجيب مباشر مجازا، مفيش فواصل ما بيننا. فكل الابنيه كانت مكشوفه، لدرجه ان في نص حتى كان استياء من السفراء الاجانب اللي جايين، كانوا بيخاطبوه بيقولوا له ان هم انتظروه كتير جدا في شمس تل عمارنا الحارقه او شمس اخت ايتن الحارقه. يعني بيأكد ان هم حتى الاماكن الاساسيه للاستراحه الوفود كانت مكشوفه. وهو لما كان بيظهر كان بيبقى فيه اشبه بيبقى فيه خدم عاملين له مثابه بنقول محفات من فوق كده او مظلات بسيطه وراه، باعتبار ان هو يغطوه بعض الشيء او يستظل بيها الى حد ما. انما ما كانش فيه سقوف تماما عشان يقدر يحدث التجلي اللي هو بيرآه او بيأمله. ايوه. وطبعا النقطه ان قبل ما نتكلم حتى على النواحي بتاع التماثيل وابعاده الجسديه وهل مصاب بمرض ولا ايه القصه ديت، لان دي قطعنا فيها اشواط كبيره جدا، لان هو حجم جسمه مختلف طبعا، حجم كبير عن لو باقي ممكن الملوك. نبتدي نتكلم عنها بالتفصيل. ان طبيعه الفنون باللي انا بوصفه كده، ان كل الاوضاع المختلفه للفنون في عهده مختلفه عن ما سبق، واختفت في التالي، ما ظهرتش تاني تماما بكل ما فيها، بتصميمات البيوت، بالغرف اللي جوه الابنيه مجازا. كان في غرف للاطفال زي ما احنا بنعمل في العصر الحديث غرفة للأطفال فيها بعض الممارسات للألعاب بتاعتهم. كل ما نتخيل كان موجود في تل العمارنة. بعد من كده تلاشى ده، وقبل من كده ما كانش موجود. يعني استحداث منه هو أو ابتكار منه هو. يعني المنظر قدامنا كذلك الفنون في التمثيل، يعني شكلها مختلف في التمثيل. طبعا هو هنا اعتمد على فكرة الواقعية البحتة والطبيعة المفرطة، ان زي ما هو كان في حياته هيجسد. طبعا احنا بنشوف ان هو يعني كان عنده كرش مثلا او هنقول بقى ده اسبابه ايه. ان زي ما احنا بنشوف ان الملك دايما كان بيظهر بشكل يبقى فيه بادي بيلدينج وبشكل ممشوق، الانثى حتى كانت بتظهر بشكل. دايما بتساءل هو ما كانش فيه تخان في ذلك الوقت. طبعا هو طبيعي المصري القديم جسمه كان لحد ما رشيق بصوره كبيره. في تفاوت في بعض الحاجات، بس في الغالب كان بيظهروا يعني بنظام سيمتريه قوي. يعني حتى عشان كده دايما التماثيل والصور بلبس صيفي مش بلبس شتوي بالظبط، عشان تظهر ان هو ما عندهوش اعاقه او هو في افضل صوره، واحسان الخلق او الخالق في تكوين الخلق مجازا. ولكن رمزيته هنا هو ده نفس الامر، ان هو مش عايز يجمل نفسه، هو يكون عنده اصابه ما. الابعاد اللي هي في جسمه او استطاله الوجه زي ما احنا شايفين، واستطاله الاطراف وترهلات في بعض الاطراف في جسمه، او بنقول مسافه تقعير في الصدر مجازا، او ممكن نشوف ان هي كسور في الابعاد التناسليه او الغدد التناسليه الخاصه بيه. كل ده متعلق اما بمرض اسمه مارفن، انا اقول 3 حاجات، مرض اسمه مارفن بالتحديد، او متلازمه فروهلش بالتحديد. دول الاثنين دول او المرضين دول يتشابهوا فيما هو كان بيعاني منه من ظهور كل التماثيل الخاصه بيه. استطاله الاطراف، كسور في الغدد التناسليه، بالاضافه في مرض اسمه الاستقصاء بالتحديد. ده برضو يندرج تحت نفس الهيئه بتاعته دي. استطالة الرأس، استطالة الأرداف بتاعته مجازا، الصدر وما شابه، اللي هو أشبه إن جسد مخنث ما نبقاش عارفين مواضعه إيه. في بعض الأبحاث كتيرة جدا اتكلمت يعني بإفاضة عن الأمر ده،
ومنهم اللي خالف المواضع وقال ان هو عنده مشكله مجازا بيولوجيه، عنده مشكله في الذكوره، ربطوا ما بينه وبين سمين اختراع في بعض المواضع، ولكن الكلام ده كله نافي للحقيقه تماما. هو كان انسان طبيعي جدا، تزوج، انجب بالتحديد من زوجته اللي هي نفرتيتي 6 بنات بالتحديد. ما كانش في اي مشكله عنده. قدامنا مناظر شفناها حتى لشكل الاسره، وده بيوضح لنا ان في هنا يعني حاله من الترابط والعاطفه. أيوة. ان العاطفه الجياشه اللي كانت بتربطه بيها، وحتى هي شايله بنت في ايديها وبنت تانية على كتفها. أيوة. وهو بيقبل بنت. حاله من الانسيابيه في العاطفه والحب الجياش ما بينهم. وكان من ضمن حتى النصوص اللطيفة اللي بيقولها لها ذات المفاتن الجميلة حلاوة الحب. ده كان من ضمن المتون اللي بيقولها نفرتيتي كإعجابه بيها بكل ما فيها. هو كان زوج نفرتيتي اللي احنا عارفينها، اللي هي طبعا اللي تمثالها في الشعر في برلين. وعلى فكرة هي لعبت نفس الدور برضو اللي لعبته والدته مع والده. ان هي كانت سيدة قوية جدا وشخصية برضو، بس يمكن مع والده والدته لو كانت ليها دور بشكل خفي الى حد ما مع والده امنحتب 3. اما نفرتيتي كان الدور بارز، وهو كان موافق على كده. يعني هو كان زي فكرة ايه، بيقول لك انا مش هنجح غير بيها. أيوة. هي دورها السند والظهر. هو قعد قد يعني. ايه في الحكم؟ هو بالتحديد مسك يعني حوالي بنقول من 10 ل 20 سنة، دي متفاوتين فيها. يعني عمره كان قد ايه. قعد ما يقرب في الدعوة بتاعته للتوحيد دي ما يقرب من 17 او 16 سنة. وده رجعنا لنقطة خطيرة جدا، واشكر حضرتك على يبقى تمهيد اللي احنا هنقوله. المومياء اللي لقيناها هي اتوجدت فين؟ المومياء دي المفروض طبعا في تل عمرنا كان في مقابر. مقابر للنبلاء، لعامة الشعب، مقابر للأسرة المالكة مجازا موجودة بكل ما فيها. وفي مقبرة خاصة المفروض مقبرته، وفي غرفة فيها ربما كانت لنفرتيتي، بس لم يتم العثور على المومياوات فيها تماما. طب السر هنا بقى فين؟ إيه؟ نفرتيتي ما زال الامور غامضه عليها. هل هي نقلت لمقبره اخرى ولا كان ليها مقبره مستقله؟ المومياء حتى اللي تم العثور عليها في المقبره تي في 35 مش مؤكد ان كانت هي ولا لا. في مقبره اللي هي 21 مش مؤكد ان موميائها ولا لا. ما زال الغموض على نفرتيتي. كل ما نلاقي سيده في عمر الشباب نقترح ان هي بتعمل دراسات، يبقى الامر صعب في الاثبات. المقبره تي في 55 في وادي الملوك دي كانت لوغاريتم كبير قوي. لوغاريتم من كل النواحي. ليه؟ المقبره طبقا للنقوش اللي موجوده او البقايا الاثريه بتقول ان هو كان عاملها لوالدته تي. طيب التابوت اللي لقيناه مقشوط الوش ومقشوط الخراطيش اللي عليه اللي هي اسمه. أيوة. وده يرجعنا ان هو نفس اللي عمله. يعني هو لما اخرج بس عن الاطار، هي دي ايه؟ دي لوحه في بروكلين في امريكا طبعا، اللي هو منظر للطقوس اللي بيمارسها الاتون التعبديه بصحبه. هو طبعا احدى بناته الصغيرات هنا. طبعا اللوحه للاسف مش مكتمله يعني. أيوة. وحتى ظهر لنا هي اشعه الشمس نازله اشبه بالايادي الممتده. النقطه اللي انا بتحدث فيها بالتحديد ان الفكره بتاعت بداية ممارسته للعقيدة كان بالتوائم عادي. هو عمل مقاصير في معبد الكرنك وذكر فيها أتون والكهنة سابوه، ما يجراش حاجة خالص. مارس الطقوس بتاعتك ولا أي حاجة، ما عندناش مشكلة. بعد من كده لما لقوا ان بقى في التفاف من طوائف في الشعب قال لك لا، ده كده هيعيق الايه؟ العقيدة الأمونية. فابتدوا يتذمروا من الأمر ده. على هذا النحو هو لقى ان مفيش لغه تخاطب، ابتدى يكسر ويهشم النماذج اللي فيها اسماء امون. يعني هو اللي ابتدى الفعله دي. عشان كده اتعمل فيه نفس اللي هو عمله. تمام. ده وصفوا ان هم بقوا يشتبوا اسمه من القوائم الملكيه بالكامل حتى اللي بعد فترته. طب يعني احنا عرفنا عنه الحاجات دي في برديه تورين طبعا ذكرت اسمه في القوائم والترتيب، وطبعا الحفائر المختلفه عرفنا وجوده ان هو كان متواجد. وفي رسائل تل العمارنه وفي لوحات الحدود اللي عملها في تل العمارنه، يعني حدد المدينه بلوحات حدوديه 14 لوحه بالتحديد. ال 14 لوحه دول كانوا اشبه ان بيظهروا مناظر خاصه بيه باسرته بيمارسوا الطقوس لاتون مجازا. وعلى النطاق الشرقي والغربي للاسف ما بيتبقاش منهم غير عناصر بسيطه، يكاد يكون لوحتين او لوحه كمان اللي هي ما زال محتفظه بحالتها الكامله يعني. تمام. النقطة المهمة كمان عثرنا في أرشيف الخاص بتل العمارنة المكتبات على رسائل اسمها رسائل تل العمارنة.
دي قدرت بحوالي 379 رساله مكتوبه باللغه الاكاديه اللي بالخط المسماري. ودي كانت اللغه اللي منتشره بقى اللي جت منها بعدها العبريه. تمام. يعني بالتحولات بتاعتها او التطور والشكل المستحدث منها. كانت كل بلدان الشرق الادنى القديم، سوريا، العراق، كل كنعان، كل الاطار ده بيتكلم او بيكتب باللغه دي. الرسائل دي لقيناها هنا. يكاد يكون من ال 379 رساله اللي انا لقيتهم دول يعني تم ترجمه او نشر منهم حوالي 358 مجاز. طبعا ما شاء الله متاحف العالم كلها سرقتهم، متوزعين على ما يقرب من 7 متاحف. مصر هنا اللي حصلت عليهم حوالي ما يقرب من 52 لوحه موجودين في هي ايه عباره عن ايه رسائل طبعا الرسائل دي مهمه جدا، بتكشف لنا عن مواضع خاصه بالبلدان ديت، الجزيه اللي كانوا بيدفعوها لمصر بالتحديد، الحاله اللي هي السياسيه بتاعتهم، حتى ذكر جوانب متعلقه ببني اسرائيل وزحفهم على الشام ووجودهم في عهد او بدايه وجودهم من عهد امنحتب الثاني. الرسائل دي كشفت لنا عن غموض كبير جدا للحاله اللي لم يتحدث عنها اخناتون، وكشفت لنا عن انسيابيه او عدم اهتمامه بفكره البلدان اللي وقعت تحت سيطره مصر في الخارج. طب لحظه حضرتك بس لفت نظري حاجه، سؤال شخصي جدا. حضرتك بتقول الرسائل دي فيها بني اسرائيل، معنى كده انه في في اله، في دين، وفي توحيد. هل ده ممكن يكون لعب دور بما انه كان فيه رسائل؟ وحضرتك ذكرت ان هو نصه مصري ونصه احتمال يكون هو سوري. في نقطة مهمة هنا، مفيش أي ذكر لده، هي دي هتاخد كذا شق معانا. حتى هو في ردوده على الرسائل دي يكاد يكون الرد المصري. يعني الرد المصري 10 رسائل بس. انا بتكلم من اصل 379 رساله، 10 رسائل. هو ما كانش مهتم اصلا، كان في تذمر من بعض الحكام ان انت في بعض الناس بتسيطر على الممالك السوريه والكنعانيه اللي هي تبع الدوله المصريه، فانتوا فين؟ ما تبعت لنا مدد. فهو مش مهتم اصلا، يحاول يقول ابعت تقصد مدد. انه الرسائل والعلاقات كلها علاقات سياسيه طبعا اكتر منها دينيه. لان احنا باعتين حكام مسيطرين على الولايات دي وبناخد مقابل ده جزيه بتتبعت لنا. طب الفكر الديني اللي هو بنى عليه ان كان بيجي عدد من السفراء والوفود الاجنبيه ظهروا لنا في المقابر المختلفه ان هم بيمارسوا طقوس عباديه لاتون. يعني هم مؤمنين بالقوه الالهيه العظمى، فابتدى نحس ان ايه، هو ما كانش عنده اجبار ان ينشر الدعوه دي. بس قال ان الدعوه كان ما عملهاش بتعمد، هو كان الدعوه اشبه ان هي دعوه ربما كانت عالميه بس لم يتم بمقصد منه. سابها بدون ما يتعمد ان ينشرها في الممالك الخارجيه. لان اعتبر في كل المتون بتاعه اتون كان ايه اللي مختلفه عن امون او غيره، ان هو كان دايما ينادي في الطقوس ان الاله او القوه الالهيه الممثله في كلمه اتون دي قوه لكل موجودات الارض. يعني ما بيتكلمش عن مصر بالتحديد، بيتكلم عن الحيوان والنباتات والطيور والإنسان في كل بقعة حياتية على الأرض. يعني أشبه أن كانت المتون مليئة بإيه؟ بإيمانه بقدرة الله في كل مكان. فابتدوا الأجانب اللي يجوا يتدخلوا في مصر هنا ويؤمنوا بده، ربما أن الفكر ابتدى ينتشر. طيب السؤال بتاع حضرتك بقى مهم جدا، لأن ما لقيناش هدف منه، والكلام ده خطير قوي، لنشر الدعوة دي في الخارج، باستثناء منطقة اسمها جيم أتون في النوبة، وفي منطقة في سوريا لم يتم الوصول ليها حتى الآن أو معرفة مكانها فين. دي غامضة. ده بيأكد إن هي اللي أمنت أو مشت على الفكر الديني بتاعه ده، أو بنفس ترديس المعبود أتون أو الإله عز وجل في التوحيد بالنسبة له في الرؤية دي. وهنا الربط مش ربط ديني بالشرائع السماوية، أنا ما أقصدش إن نربطه ولا بالأديان السماوية، بس هو فكر إلهي بإيمان إلهي إن في قوة سماوية هي موجودة، وهي اللي بتتحكم في كل العناصر دي، ولابد من الاهتمام بإيه؟ بمثابة ان احنا نمارس لها طقوس إلهية عشان نقدر ننعم بخيراتها. وده بيودينا ان هو ابتدى حاجة مهمة جدا في مصر القديمة، فكرة مشروع محو الأمية. مشروع محو الأمية ده يكاد يكون مش أول حد هو يعمله بالمعنى، لأن المصريين القدماء كانوا مهتمين بالتعليم منذ القدم، والتعليم ده كان بالنسبة للذكر والأنثى، والمشكلة اللي احنا بنعاني منها دلوقتي هي الأنثى والسيدات، وفكرة السيدات والبنات اللي محتاجة تأهيل كامل للفكر بتاعها. يعني هو لما انا اجيب النقطة من الاخر عشان هي دي المهمة اللي احنا بنحاول ننمي المجتمع بيها، ان لما دعا تعليم الانثى بالتحديد وفكرة الانثى تولت مناصب، ما منعهاش عن تولى مناصب قضائية، بس علمها فكرة ايه؟
مش قراءة وكتابة بس، تدبير المنزل وإدارة المنزل واحتوائية الرجل أو الزوج واحتوائية الأبناء وتربيتهم لإخراج جيل يقدر يحافظ على المجتمع. الفكرة دي يعني نأمل ان هي يتم اتمامها طبعا، بجانب ان هو ده مفهوم التعليم ومفهوم التربية. هو احنا عموما لو بحثنا في التاريخ ممكن نقعد سنوات طبعا. نتكلم وقتنا لن يسمح بكل ده، بس الحمد لله نكون معانا كل اسبوع علشان نتكلم في حاجة جديدة. بشكرك شكرا جزيلا دكتور اسلام محمد سعيد، دكتور الارشاد السياحي بالمعهد العالي للدراسات النوعية وعضو اتحاد المؤرخين العرب. نهارك سعيد يا فندم. بشكرك. نهار حضرتك سعيد، شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم مشاهدينا، خليكم معانا لبعد الفاصل.